بيشغل تفكيري جدا. فكرة انه احنا بنغلط وبنعمل ذنوب كتير قوي بنستغفر، فبقعد اسأل نفسي لأي مدى انا اغلط وربنا هيغفر لي. وبفتكر الآية كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لما بفتكر الآية دي بفرح جدا ان ربنا دايما فاتح لنا باب التوبة. بس بسأل نفسي، هل انت بتستهوني بقى بعمل الذنب؟ يعني مثلا اكبر تحدي اعتقد بواجهه في الصلاه، صلاه الفجر. ببقى عايزه اسهر للفجر عشان انا ما بقدرش اصحى الصراحه. ده تاثير مني انا عارفه، بس بقعد اقول ايه هصليه قضى بكره ان شاء الله، هستغفر 100 مره ومش عارفه ايه. مع الوقت حسيت انه دوت استهوان بالذنب، او ان انا عادي كده يعني هعمل الذنب وانا عارفه انه حرام وهستغفر. فبسأل نفسي فكرة العبد الأواب اللي هو كثير الرجوع إلى الله، بتشوف إزاي العبد الأواب ده كثير الرجوع إلى الله؟ يعني بتشوفها إزاي؟ أنا بحب جدا الحديث في أحاديث قدسية وفي أحاديث نبوية بتقول نفس المعنى. اللي هو إن العبد يغلط وبعدين يتوب، بعدين يرجع يغلط تاني، بعدين يتوب، بعدين يغلط تاني، وبعدين يتوب. فربنا سبحانه وتعالى يعني معاكي، كل ما تغلطي تتوبي يغفر لك سبحانه وتعالى، تغلطي تتوبي يغفر. بس فعلا النقطة اللي بتقوليها دي، طب لحد فين؟ هي ما بلاقيهاش لحد فين، اللي هو طب انا هغلط كام مره، مش بالعدد. بس الفكره من جوايا عامله ازاي. يعني ممكن انا كل يوم انام وانا ناويه اصحى للفجر، ناويه اصحى للفجر ومظبطه المنبه، نايمه بدري كل حاجه، بس ما بقدرش انام، ما بقدرش اصحى. يعني مثلا اقعد فتره عقبال ما اتعود على الموضوع، اقعد فتره لحد ما اعرف اظبط نومي بدري بحيث انه اقدر. فالفتره دي انا فيها مش مستهونه بصلاه الفجر، انا فيها بعمل ايه؟ انا بدرب نفسي. فدي الحته اللي ممكن يبقى فيها مغفره. لكن ان انا اعمل الذنب واقول هتوب، دي الله اعلم بيها بقى. يعني كان في حد من الدعاء يقول لك ايه، يقول لك في ناس تقعد تقول لك ايه، انا هحج على سن ال 40 كده ان شاء الله، فايه عايش حياتي وشبابي براحتي، عشرينات وثلاثينات اعمل اللي انا عايزه. اجي على سن ال 40 واعمل حجه، فالحجه المفروض ايه تغفر كل حاجه وخلاص بقى ارجع ابيض كده بقى خلاص. فيقول له مش هقول لك افرض ما عشتش ال 40، رغم ان ده وارد طبيعي جدا. هقول لك افرض حجيت بس بسبب نيتك دي لم تقبل، موقفك هيبقى ايه ساعتها؟ فبلاقي انه ساعات احنا الشيطان يعني بيجرب معانا طرق كتير جدا، ودايما مداخل الشيطان بتبقى صح. يعني هو بيخش لك مداخل دينيه يعني منطقيه كده، واللي هو صح يعني غفور رحيم. انت عادي بقى اعملي، ما تصحيش للفجر مثلا وربنا واصحي استغفري. يعني شوفي حتى اقول لك اصحي استغفري، بس المدخل هنا اصلا في حد استهوان. انت مش بتدربي نفسك، انت بتستهيني اصلا بالموضوع، بيضيع فريضه اساسا. فريضه هي دي الفكره. عشان كده فعلا يقول لك لا تنظر لحجم المعصيه ولكن انظر لحجم من عصيت. يعني مش فكره انت عملت ايه، الفكره انت عملته في حق مين؟ الله سبحانه وتعالى. فلو انت مستهون قوي كده خلي بالك انت بتعمل ده في حق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. انت بتستهون في سنه، ودي حاجه يعني مش قليله على فكره. فما بالك بقى لو بنستهون بفرض، سواء صلاه سواء حجاب سواء حاجات تانية اتحرمت فممنوع ان احنا نقرب لها. فبلاقي سبحان الله ساعات الشيطان بينسينا الابتسام اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله في القران. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه ان الله شديد العقاب وغفور رحيم، بس ربنا حط الاثنين جنب بعض. يعني في نفس السطر كده او في نفس السطر وبقيته هتلاقيهم كده جنب بعض على طول. ليه؟ عشان يفضل عندك انت الاتزان. فاكره ده وفاكره ده. ذكر الجنه بنعيمها وذكر النار بعذابها، كله جنب بعضه كده يعمل لك اتزان من جوه. فتيجي انت ممكن تسامحي نفسك وما تبقيش تجلدي ذاتك، بس في نفس الوقت ما تستهونيش، ما تعديش كده وخلاص. عشان كده بشوف دايما المقابلات اللي ربنا سبحانه وتعالى عاملها في القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه يقول لك وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني ايه؟ عملك هيدخلك الجنة. ده حقيقي. هتحتاج الرحمة، عارفة يعني ايه؟ والله المثل الأعلى. بس عارفة مثلا لما حد مثلا يبقى في ثانوية عامة جايب نتيجة ويبقى مثلا رياضي فياخد كام درجة في المية كده يزودوا او يتحسين رياضه بقى وتبر مستوى رفيع ايا ما كان، فيحسنوا مستواه شويه يعلوه كده يخش جامعه تانية. لكن انت اصلا لو مش جايب درجه دخول الجامعه اصلا المستوى الرفيع هيعمل لك ايه؟ مش هيعمل لك حاجه. صح. فبالتالي العمل الصالح هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اكد في كذا ايه من القران واتكلم فيها العلماء الحته دي. هنخش بالرحمه ولا بالعمل؟ لا ثواني، ما هو لو احنا كلنا داخلين بالرحمه كان ايه لازمه الدنيا اصلا والاختبار؟ كان ايه لازمه ان يبقى في جنه ويبقى في نار؟
كان ايه لازمه ان ربنا يقول لك حلال وحرام؟ انت كده بتهدم الدين كله. لو ربنا غفور رحيم وعامل اللي انا عايزه بقى وايه، وفي الاخر كده كده هدخل برحمه ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتهد دين كامل. انت عقيدتك فيها محتاجه نصلح فيها حاجات مع بعض. فربنا قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني دي مش افعال انا هعملها، فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعل ونتيجه، لازم يكون في فعل. ايوه، فعل ونتيجه كده. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. طب ليه ربنا قال كده سبحانه وتعالى؟ بقى كله بالرحمه. عشان نحسن الميزان ده، احنا لازم نحسن اصلا ده وناخد بالنا على فكره. واقول لك على حاجه بذمتك، يعني اقول لك على حاجه، يعني مثلا انا حد منع نفسه وتقيد جدا، مثال يعني انا متقيدت جدا باللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لي زي ما ربنا قال لي مشي. جيت يوم القيامه لقيت حد ما تقيدش وما مشيش خالص. يعني لو اخدنا مثلا مثال الحجاب مثلا، يعني وانا نفسيتي كده فيها حاجه من جوه اللي هو يا رب بقى، جيت كده قدام ربنا يوم القيامه، يا رب انا اتحجبت، كانت الدنيا حر وكان في موضه وكان في ازياء، وانا يا رب ضبطت شهوتي ونفسي كده واتحجبت. يا رب ما تعملش اللي ده عدل صح؟ مش اساس العدل هيبقى يوم القيامه اصلا ايه؟ عدل. كل واحد عمل حاجه ياخدها. فهل من العدل ان الله سبحانه وتعالى يساوي ما بيننا؟ ممكن يبقى طبعا، يعني انا مش بتكلم في كل حاجه، ممكن بقيت ميزانك يبقى اتقل مني فيشيل حاجات ويحط حاجات، لكن في النقطه دي من عدل ربنا سبحانه وتعالى انا هطلب منه لا عدل. ليه تعاملني زيها؟ هو ده مش عدل. تعالوا نجرد المواضيع من الحاله النفسيه، بس ده مش عدل. الشاب اللي غض بصره وما كلمش بنات بطريقه معينه وكان نفسه جدا وكل حاجه، لكن انضبط جدا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، يجي يوم القيامه ربنا يكافئه بايه؟ انه يكون في ظله شاب نشأ في طاعه الله. سبحان الله. هل ربنا هيساوي؟ استحاله، لانه عدل سبحانه وتعالى. ففكره دي بتخرجنا قوي قوي عن المسار الصح، ان احنا اصلا نشوف ربنا سبحانه وتعالى وافعاله. وده برضو على فكره هينقلنا لمعنى حلو قوي انا بحبه، انه انت اصلا برضو ليه بتتدخل في شؤون ربنا؟ انت هنا عبد وهو الرب، انت مالكش دعوه، انت مالكش دعوه ربنا يعمل ايه. المهم تثق تتيقن ان امر ربنا كله خير، وانه خلاص يعني الاستسلام التام لله بيعلمنا انه انا يا رب موافقه على اي حاجه بتعملها، موافقه يعني مش موافقه اللي هو مجبوره بقى وفي دستور وحاجه خانقاني ومتأيده، موافقه وانا مبسوطه وانا عارفه يا رب انت اللي خالقني، فطبيعي الحاجه اللي هتحصل لي دي هي الخير، وبالتالي الحاجه اللي هعملها في اطار الحلال وفي اطار التوبه وفي اطار ان انا مش عايزه يعني حاجه تغضب ربنا برضه هتبقى خير. هعملها بقى وانا مثلا يعني مثلا صلاه الفجر اكيد بقوم وانا متضايقه وتعبانه، ايوه بس النتيجه ايه؟ ما هو احنا برضه مش عايزين نخرج من سياق ان احنا في دنيا. وعلى فكره تحفظا على ان احنا بنتكلم، هو الكلام سهل انا عارفه كويس جدا، وانه والفعل صعب جدا، ولكن الكلام سهل بس احنا لو اخدنا بالمعنى نفسه وحطيناه في قلوبنا ومشينا على التدرج، ان انا زي ما انت قلتي التدريب، ان انا ادرب نفسي كل يوم هقوم مثلا الساعه كذا، ما قمتش النهارده وقمت بكره مش مشكله، هقوم بعد بكره، قمت مثلا وانا يعني نايمه تقريبا بصلي وانا نايمه مش مشكله، بعد بكره. يعني فكره الفعل طول كل يوم والمجاهده فهي دي في حد ذاتها اصلا هيجي في يوم تصلي الفجر وانت فايقه وانت بتقولي الايات بشكل سليم وانت اصلا بتصحي له وانت مشتاقه، بس البدايه كانت عامله ازاي؟ برضه انا هبذل مجهود. فكره ان هبذل مجهود في كل حاجه بتحصل دي فكره لا مفر منها، انا هبذل مجهود. اللي بيحصل لنا ان احنا عايزين حاجه قدام عينينا، مش عايزين نبذل مجهود خالص. حتى في من انواع الصبر على الطاعه، يعني انا بعمل الطاعه اصلا انا بصبر على نفسي فيها، مش سهله خالص، زي ما بصبر على المعصيه وان انا مش قادر عايزه اعمل المعصيه دي وعايزه امشي ولا رغباتي وشهواتي، انا برضو بعمل الطاعه وانا برضو مش قادر، حاسسها تقيله. يعني في ناس بالنسبه لها الصيام صعب جدا، وان هي تتمنع من الاكل والشرب 30 يوم ورا بعض حاجه صعبه جدا. ابتلاء فعلا بيشوفوها كده. واحد يقول لك انا بلبس الحجاب ببقى الشمس فوق دماغي مش قادره وبيغمى عليا ومش عارفه ايه والكلام ده كله، دي طاعه صعبه جدا، بس ده ما يلغيش ان هي فريضه، يعني ده ما يلغيش ان هي بتتعمل ان شاء الله، بس الفكره في المجاهده. فبذل المجهود في العبوديه او في التعامل مع ربنا امر ضروري جدا ولازم يحصل. هي دنيا، ويمكن السعي الكتير او بذل المجهود الكتير انا بشوفه هو ده كبد الدنيا. لقد خلقنا الانسان في كبد، انه طول الوقت بيسعى، طول الوقت بيجاهد نفسه وبيحاول، حتى بيجاهد مشاعره،
لو مثلا حصل له ابتلاء معين بيجاهد مشاعره في ان هو يصبر ويتقي. كل المجاهده دي كبد. اللي بيقوينا بقى واللي بيخلينا نقدر نتعايش ونكون هادين احنا اتكلمنا عنه في اول حلقه، فكره انا شايف ربنا ازاي، انا ازاي بتعامل في يعني مع معرفه الله ووقت الابتلاء. هو ده انا شايفه شديد العقاب ولا غفور رحيم في وقت الابتلاء. انا شايفه عايز يعذبني، شايفه بيعمل حاجه لنفسه ولا عشاني انا. فنظرتي لربنا في التعاملات في الحياه هي اللي بتفرق جدا وبتخليه ساكن وهادي من جوه. دي حقيقة. فاهمين؟ عشان كده كمان بشوف الناس اللي يعني بعضنا لما بنستهون او نستخف في حاجه معينه بننسى قوي انه ربنا سبحانه وتعالى حط قواعد للمغفره. يعني التوبه عشان تتوب، يعني ايه توبه؟ ندم شديد، ندم، وانك تعزمي انك مش هترجعي تاني. صح. طب فين ده لو انا بعمل حاجه وبقول ايه ما ربنا غفور رحيم؟ فين ده؟ يعني انا دلوقتي عندنا في الاخره ميزان، انا بتصورها كده ميزان حسنات وسيئات. امتى الحسنات بتتمحي؟ لما توب عنها واستغفر. صح. طب انا ما توبتش وما استغفرتش، ده انا اساس التوبه موقعه. انا مش ندمان ومش بقول مش هعمل كده تاني، لا ده انا هعمل الحاجه وربنا غفور رحيم. عشان كده يقول لك الايه بتقول ايه؟ الا من تاب وامن وعمل صالحا. يقول لك العلماء بيقولوا ايه 3 خطوات، خدي بالك. 3 خطوات: اعتذار، وانك ما تقاوحش، يعني تعترف بذنبك وغلطك ما تبررش. تاب وامن، اعترف بذنبك ما تبررش. زي المثال اللي كنا قلناه، البنوته اللي مش محجبه هي عارفه ان ده ذنب وعارفه ان دي حاجه وحشه وبتحاول ان هي تتحجب ان شاء الله، بس مش قادره على نفسها دلوقتي. هي معترفه جامد جدا، وهي ان شاء الله باذن الله ربنا هيتوب عليها في يوم من الايام وتتحجب. بس اهم حاجه المشاعر دي. فانا لو بعمل الذنب وما عنديش المشاعر دي، هي دي تعتبر توبه؟ لا طبعا. طب هل ده معناه ان هتتمسح السيئات؟ لا. هتخشي يوم القيامه هتلاقي ميزانك فيه سيئات وفيه حسنات. السيئات والحسنات حسب الميزان هيبقى اللي كفته ترجح هو ده نصيب. عارفه حتى الحديث بتاع انه ايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صورها لنا كده، انه هيجي كده يتساوى الاثنين، حسنات وسيئات. ثم بقى اللي يعدي، اللي ليه حق عندك يروح واخد من حسناتك، اللي مش عارفه اختبتيه يروح حاطط سيئاتك. فتقعدي انت كده ايه، طب يعني ربنا يعافينا يا رب، ايه اللي يخلينا نحط نفسنا اصلا في موقف زي ده؟ كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي حاجه من الحاجات اللي بيلعب عليها الشيطان. أيوه. يعني يقول لك ايه، هو يائس ان هو يعبد في بلدك، خلاص هو عارف ان انتوا مش هتعبدوا الشيطان، مش هتكفروا بالله سبحانه وتعالى. امال رضي بايه؟ شوفي بقى كلمه النبي صلى الله عليه وسلم دقيقه قد ايه. ولكن رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم، مما تحقرون من اعمالكم فاحذروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بالنص. أيوه. فاحذروا، بيحذركم اللي انتوا هتقولوا ده حاجه تافهه وبسيطه وربنا هيعديها، ده الشيطان بياخده كده عشان يربيهولك كبير قوي في ميزان سيئاتك. ده حقيقي فعلا. يعني لا تنظر لحجم المعصيه ولكن انظر لحجم المعصيه. ربنا زي ما هو غفور رحيم، ربنا شديد العقاب. اتكلم عن الجنه، اتكلم عن النار. ذره خيرا يرى وذره شرا يرى. ميزان، والتوبه اساسها الندم والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، وانك تعلم ان انت ما ترجعش تاني.